بتبدأ حكايتنا بعد سنين من انهيار الاقتصاد العالمي. في زمن التكنولوجيا في سيطرت على كل حاجة، العالم بقى عايش في حالة حرب آلية، الفلوس ما بقاش ليها قيمة زي الأول، والقوى العظمى بقت بتحارب بروجات رقمية بدل الجيوش. في الوقت ده بنشوف فريق مرتزقة بيتحرك وسط الصحراء الأمريكية، بيقودهم واحدة اسمها موتوكو كوسانجي اللي الكل بيناديها بالعقيد، ودي بطلتنا اللي كانت زمان في فرقة القطاع التاسع، بس هي دلوقتي بقت شغالة هي وفريقها كمرتزقة بياخدوا مهام في مناطق النزاع. الفريق ده مكون من 5 أشخاص، أولهم سايتو وثانيهم ستان، وده واحد لسه مستجد على الفرقة. أما بقى الاتنين أصحاب الخبرة العالية باتو وتوجوسا، وطبعا بطلتنا معاهم. المهم ان مهمتهم الحالية انهم هيهجموا على احد مخابئ الحرامية، واللي بنعرف انهم بيخططوا لشن هجوم على المدينة المسورة. هتقولي ايه المدن المسورة دي يا عم؟ هقولك ببساطة ان دي مدن مغلقة ومحاطة باسوار ضخمة بيعيش فيها الاغنياء بامان وسط الجنود والحماية العالية، وبره الاسوار دي بيكون في الناس العادية، الطبقة الكادحة اللي عايشين في فقر وحروب مستمرة. واثناء ما هم ماشيين على الطريق فجأة بيلاقوا مجموعة من المتنقلين عمالين يضربوا نار في الهواء. ساعتها سايتو وستان بيستعدوا لتبادل الطلقات النارية، وقتها باتو بيسيب توجوسو هو اللي يسوق العربية وبينط على عربية موتوكو. المتنقلين عمالين يضربوا طلقات نارية لا حصر لها، عمالين يحاولوا يصيبوهم ولكن بيقدروا انهم يتفادوا كل ضرباتهم. وقتها بتأمر موتوكو واحد من الروبوتات انه ينزل يقاتل، وفعلا بينزل من العربية بيقدر انه يصيب حبة منهم. وعند موتوكو فجأة عربية منهم بتظهر قدامهم، فبيطلع باتو لفوق العربية علشان يستخدم المدفع بتاعها، وفعلا بيقدر انه يقتل واحدة منهم، وساعتها بيطلعوا يجروا على طول. بس تفتكر انهم هيسيبوهم بالسهل كده؟ لا والله، بيقعدوا يجروا وراهم، وباتو مش راحمهم نهائي، ماسك الرشاش ومغربلهم حرفيا لحد ما عربية المتنقلين بتتقلب على جنبها. وقتها موتوكو بتجري بسرعة كبيرة جدا بالعربية، ولكن بتظهر عربية تانية بس فجأة بينضرب عليها النار وبتقع هي كمان. وبيطلع ان واحد من الروبوتات كان مستخدم قدرة بتخليه مخفي، وطلع على مكان عالي وضرب عليهم نار. وقتها بينزل باتو من العربية وبيقعد يستهزأ بيهم، فبيجيله الروبوت وبيتكلم معاه، واثناء ما هو مشغول معاه بيكون واحد من المتنقلين مستخبي واستغل كده وطلع علشان يضرب عليه نار، لكن بيعرف يتفاداه وبيضرب النار على سلاحه بيطيره من ايده. اما عند ساتان وساتيو بيكون امر واحد من الروبوتات باطلاق صاروخ، هو فعلا قدروا انهم يدمروا احد العربيات. بعدها فترة عند الشخص ده واللي يسمى بشياو، اللي بيكون مطلع مسدس وواقف جنب واحدة من أبواب الغرف، وجوه الأوضة دي بيكون في راجل عمال يصوت خايف بل مرعوب علشان مكتوب على الشاشة أنا هجيلك دلوقتي. فعلا الراجل بيمسك سكينة كده من على الترابيزة، فجأة بيخش عليه شياو بيستهين بيه وبيدخل مسدسه وبيقول له تعالى يلا، وفعلا بيعرف يتفادى كل ضرباته بالبوكس في وشه يا معلم، واداله رجل كسره على الاخر، وبعدها رزعه في الحيطه وقدر ان هو يكسر له ايده. بعدها بيستخدم سلاح غريب كده على دماغ الحرامي ده، هو بيطلع ان هو عمل كده علشان الشخص اللي اتفشخ ده كان شغال في حاجات غير شرعيه، وفعلا بعدها الشرطه بتيجي وبتعتقله. ساعتها بيتصل عليه مستشار قطاع الامن العام وبيقول انت لسه زعلان علشان موتوكو وما اخدتكش معاها؟ بيقوله خلاص الموضوع ما بقاش فارق لي. وقتها المستشار بيقول له انا عايزك في خدمه، فبيقول له ايه هي الخدمه؟ فبيرد عليه ان رئيس الوزراء طلب مني حاجه صعبه شويه، وبصراحه كده ومن ابو اخر انا محتاج مساعدتك فيها، تعال لي بكره بس مكتبي وانا هقول لك على كل التفاصيل يا معلم. في تلك الأثناء بتكون موتوكو هي وفريقها عمالين يراقبوا مخبأ الحرامية، وفعلا بيبدأوا خطط الاقتحام. باتو وساتان بيستخدموا أداة بتخليهم يختفوا وبيخشوا أحد الأوض، بيضربوا 2 والتالت طلع معاهم وشغال جاسوس ليهم. المهم بيقول لهم ان الرئيس اللي هنا اسمه الراجل الثري الكريم، والاسلحه دي جات لهنا من يومين بخدمه توصيل. وقتها بينزلوا على السلم بس بيلاقوا كلب حراسه آلي.
فبيطلقوا عليه النار بس بيعرف يتفاداها وبيهجم على موتوكو ولكن بترميه بعيد عنها. وساعتها بتقسموا المجموعتين، واحدة منهم هتنزل علشان يداهموا المجرمين وهم مفعلين قدرة الاختفاء، والاتنين التانيين هيقتلوا الكلاب. وتحت عند المجرمين عمالين يقعوا واحد ورا التاني. ساعتها واحد من المجرمين بيضرب طلقات كتير في اماكن عشوائية، بس باتو والستان كانوا مستخبيين ورا الحيطة علشان كده ولا طلقة كانت بتيجي فيهم. بعدها واحد منهم بيتسلل من الجنب ومن ثم بيضرب واحد منهم هو كمان. عند موتوكو وتوجاسا بيكون الكلب عمال يجري على نفس المكان اللي فيه الحرامية، بيهجم على الستان عمال يحاول يعضه بس بيرميه دايما بعيد عنه، وموتوكو بتتدخل وبتكمل عليه وبتقتله. اثناء ما هم مشغولين بالكلاب الحرامية استغلوا انشغالهم في انهم يركبوا الدبابة، لكن فجأة بيخش الروبوت وبيقول لهم سلموا نفسكم. الحرامية مستنيين عداد ال10 ثواني ده يخلص، فبيأمر واحد منهم انه يطلع يعطلهم على ما الوقت يخلص. هو فعلا بيضرب على موتوكو وباتو برشاش الدبابة، ولكن بيعرفوا يتفادوه بمهارة عالية ومرونة ملهاش مثيل. وال10 ثواني لما بيخلصوا فجأة بتظهر طيارة تسلل صغيرة. الطيارة دي بتطلق صاروخ على الروبوت حرفيا بيدمروه، وقتها سايتو بيضرب عليها بالقناصة بتاعته. الغريب انه لما بيضرب التصويب اتجاهه بيتغير، وبيطلع ان الطيارة دي بتشوش على التصويب. فجأة بتطلق عليه هو كمان صاروخ، لكن الروبوت بتاعه بيقف قدامه علشان يحميه، ولكن بيحصل انفجار جبار في المكان. باتو بيزعق وبينادي باسمها، الكل بيجري اتجاه المبنى علشان يلحقوا السايتو. المجرمين بيطلعوا يجروا بالدبابة، بس هل تفتكر انهم هيهربوا بالسهولة دي؟ قول معايا لا والله. موتوكو بتركب الروبوت وبتطلع تجري ورا المجرمين، بتسبقهم علشان تقدر تضربهم من قدام، عمالة تطلق على الدبابة صواريخ ولكن كل ده ما بيأثرش فيها. وقتها بتنط على الدبابة وبتحاول تبوظ المدفع بتاعها بس بيرموها لبعيد. والكارثة ان ذخيرة الروبوت خلاص خلصت وعشان كده بيطلعوا يجروا. وبنرجع بعدها نروح لشياو اللي راح لمكتب المستشار، والمهمة كانت عبارة عن إعادة بناء القطاع التاسع. هو بيأمروا باستدعاء ناس معينين. المهم بنرجع عند بطلتنا واللي بيكون معاها 4 قذائف، وبيجي لها أخيرا باتو وتوجاسا. باتو بيضرب صاروخ على الدبابة، بس المصيبة انه اتضرب عليهم صاروخ هم كمان من المجرمين، ولكن بينطوا من العربية في آخر لحظة. الدبابة بتتدمر، والخبر المفرح أكتر إن سايتو لسه عايش وكمان الروبوت بتاعه ما اتدمرش. وقتها موتوكو بتروح عليه علشان تساعده في القضاء على طيارة التسلل، والأهم إنهم بيطلعوا الناس اللي كانوا جوه الدبابة. بيحاولوا يستجوبوهم بس مش راضيين يتكلموا نهائيا، لكن ستان بيقوم ساكع واحد كف مخبرين. وعلى الجنب الآخر عند سايتو وموتوكو بيكونوا عمالين يحاولوا يدمروا الطيارة. بالفعل البت بتنط على الدرون وبتتعلق بيه، بعدها بتخرج من الروبوت بتتشعلق في الطيارة عمالة تكسر المراوح بتاعتها لحد ما فعلا قدرت انها توقعها، وبتخلي الروبوت يقعد يركب الطيارة عقبال ما تروح تحقق مع المجرمين. ولكن الفاجعة ان فجأة في صاروخ بيتضرب على بيت واحد غني جدا، وفي اقل من لحظات النور بيملي المكان، طيارات وجنود مسلحين نازلين منها. بعدها بيقرب عليهم راجل باين عليه كده ان هو الغني، هو بيقول لهم سلموا نفسكم وارموا سلاحكم بكل هدوء يالا منك له. وقتها باتو بيرفع عليه السلاح بس موتوكو بتقول له اهدى، احنا هنهوده شويه يمكن يطلع الرجل السري الكريم. هو فعلا بيسلموا نفسهم ليهم، ولكن بيخلوا الروبوتات تهرب علشان غاليه جدا. وعلى الجانب الاخر شياو بيكون راح لمكان شغله اللي بيكون فيه آلية تقدر تبحث فيها عن المعلومات. بيسأل عن فرقه اسمها جوستو، بيطلع له فيديو ليهم وكانوا بيخططوا للهجوم على احد الفرق اللي موجوده في امريكا الشماليه. الغريب ان فجاه بيظهر شياو وبيضرب الرئيس بتاعهم بالبوكس وبيرقدوا مكانه. من بعدها بيلبس لبسه وقناعه وبيروحوا الأوضة اللي كانوا بيتكلموا فيها. بيسألهم عن الفريق اللي عايزين يهجموا عليه ده وايه اسم المؤسسة العسكرية اللي متعاقدين معاها. بيقولوا له ان اسمها مؤسسة اوبسيديان، لكنهم بيبدأوا يشكوا فيه بعدها. بيسألوا عن الفرقة اللي كان فيها قبل كده فما بيردش عليهم، وفعلا شكهم بيطلع في محله وبيصوبوا على دماغه بالمسدس وبيقولوا له اخرج يا شياو. ساعتها الجهاز اللي كان
بيستخدمه بيحصل فيه عطلة، ووقتها بياخد صورته مع مراته وولاده وبيمشي. وفي اليوم اللي بعده بيروح للمستشار وبيعرفه كل الأخبار والحاجات اللي عرفها، ده غير إنه بيعرفه على مقر المؤسسة اللي بتبقى موجودة في لوس أنجلوس. ولما شياو بيجي يتصل بيهم ما بيردوش عليه، فعلشان كده هو بيروح بنفسه طيران على هناك. وفعلا المستشار بيوافق، وعند فرقتنا الجبارة بيكون في العربية ومستنيين يفهموا الموضوع ايه بالظبط. وقتها بيجي الراجل الغني وبيقول لهم انا اسمي جون سميث، وبيتأسف لهم. لكن موتوكو بتقول له احنا مش عايزين اعتذار، احنا عايزين تفسير لكل اللي بيحصل ده. بيقول لهم في الحقيقة انا عايز امضي معاكم عقد. ساعتها باتو بيتعصب عليه، بيقول له مش انت متعاقد مع فرقة تانية من تحت لتحت كده ولا ايه بالظبط؟ بس بيتجاهله وبيكمل كلامه وبيقول انا شفت الطريقة اللي نفذتوا بيها المهمة بتاعتكم، والصراحة كده انتوا عجبتوني، وزي ما انتوا عارفين اني شغال مع الحكومة، بمعنى اصح ما ينفعش تقولوا له لا، والمهمة اللي عايزكم فيها بتكون عبارة عن عملية انقاذ لشخص معين. وطبعا هيديهم شوية فلوس حلوة، بعدها بيمشوا وبيسيبهم عشان يفكروا براحتهم. المشكلة في المهمة دي انه تابعة للحكومة، معنى كده انه مهمة حساسة جدا وصعبة جدا. وعلى الجانب الاخر وعند شياو بيكون وصل للمؤسسة، بيخش غرفة الرئيس من هنا، بيطلع له الرئيس وهو رافع عليه سلاح من هنا، بيكون فاكره انه حرامي وحد مستأجره، بس بيقول له انه كان عضو قديم في فرقة جوست. لكن الراجل ما بيصدقوش، بيقول له عيل بجسم ضعيف زيك يخش فرقة جوست ازاي يعني؟ اثبت لي انك كنت فيها. بيقول له ان القائدة شبه آلية وتدعى الرائدة، واعضاء الفرقة بينادوها باسم انثى الغوريلا. ساعتها الراجل بيعرف انه كان عضو قديم فعلا في الفرقة، فبيسأله عن فرقة جوست اللي كان فيها موتوكو. بيقول له معرفش، هي فجأة اختفت هي وفرقتها. واول ما بيخرج وبيركب عربيته بيبلغ المستشار بالحاجات اللي عرفها. واثناء ما هو بيمشي في المدينة بيروح لنفس الست اللي اشترى منها باتو وبيسألها عن شوية حاجات، لكنها بتقول له مش هرد عليك غير لما تشتري مني يا دوب بتاع $1500 كده. فبيقول لها عارف امك عندها بقى. وساعتها بيقرر يستخدم أداة بتخليه يعرف كل حاجة، بيخش جوه ذكرياتها وبيدور على اي حاجة مطابقة لشكل باتو وموتوكو. هو فعلا بيلاقي الصورة ليهم وقت ما اشتروا الحاجات. هتقولي ازاي دخل جوه ذكرياتها؟ هقولك علشان دماغه آلية. وقتها بيروح لمكان قريب من المكان اللي حصل فيه المهمة، فجأة بيسمع صوت حد بينادي عليه، بيجي يبص وراه طلع الروبوت وبيسأله ايه اللي جابك هنا يا شياوة؟ فبيشرح له اللي حصل لموتوكو هي وفرقتها. وفي المشهد اللي بعده بنشوف شياو ماشي على احد الطرق، ولكن بيلاحظ شخص ماشي على سرعة عالية جدا. فعلا العربية الغريبة بتجري وراه، هوبا درافت يمين، عمال يرقص حرفيا في العربية اللي بتجري وراه. واول ما بيلاقي مدخل جراج بيخش على طول، وبعدها برضو العربية التانية بتخش. بينزلوا من العربية علشان يدوروا على شياو، وفجأة بيظهر على واحد فيهم وفي كام حركة فنون قتالية كده بينيموا على الأرضية. هو بياخد منه السلاح على طول. ساعتها واحد تاني بيضرب عليه النار، هوب شقلباظ خد منه سلاحه هو كمان وضربه بيه. ولكن فجأة بيسمع صوت خطوات، بيبص قدامه لا جون سميث. لسه شاو بيرفع عليه السلاح، بيقول انه مش جاي علشان يتشاكل معاه. واول ما بيعرف نفسه شياو بينزل السلاح بتاعه، بيطلعوا فوق السطح وبيقعدوا يتكلموا شوية لحد ما بيسألوا جون انت ايه هدفك من كل الحوارات دي؟ بيقول الصراحة هدفي هو اني اشوف اعضاء فرقة جوست، ولكن بيقول الصراحة مش هعرف اساعدك في الحوار ده. ولما بيحاول يستفسر اكتر بيقول اللي بتعمله ده يعتبر تضييع وقت للحكومة، وساعتها مش هيكون قدامي خيار غير اني اقتلك. وبعدها بيسيبه وبيمشي. على النقيض الاخر عند المستشار بيسأل الست دي واللي بالمناسبة اسمها بايرون، هل تعرفي فرقة اسمها جوست ولا لا؟ ودي فرقة مشاركة في واحدة من المهام بتاعتكم، فلو ينفع تعفيهم من المهمة علشان انا محتاجهم هكون شاكر لافضالك. بتقول له لا طبعا يا روح ماما، المهمة اللي هيعملوها دي هتضمن السلام القومي، وكمان هي الفرقة الوحيدة اللي هتقدر تنفذ المهمة الصعبة دي. وبتركب طيارتها وبتمشي على طول. وقتها بيعمل اجتماع مع الرئيس وبيقول له انا بحاول بقدر المستطاع ان اعيد بناء الفرقة التاسعة، ولكن في مشكلة صعبة مش عارف احلها. المشكلة دي بتكمن في اني مش عارف اجمع الاعضاء القدامى
علشان بايرون وشوية ناس كمان مكوشين عليهم، او ممكن الموضوع يتحل لو اتكلمت مع الرئيس بنديا. فبيقولوا ان شاء الله على الله التسهيل. وعلى الجانب الاخر عند ابطالنا راكبين الطيارات الحربية وقربوا يوصلوا لمكان المهمة، واخيرا بيوصلوا والكل بينط من الطيارات. توجوسو بيبلغ توموكو بتضاريس المكان وانهم دلوقتي في مدينة مصورة في لوس انجلوس، والمصيبة الاكبر ان الشخص المستهدف هو باتريك هيوغا، وده المدير التنفيذي للشركة اللي هناك واللي عايش في قصر بيرفلي هيلز. وهناك اتأكدوا ان الشخص ده هو الرجل الثري الكريم، هو في العالم مشهور باسم حبيب الحرب المستدامة، يعني من الاخر كده سمعته حلوة وزي العسل. المهم بيبدأوا في تنفيذ الخطة. توجاسا بيطلق طيارة صغيرة خالص علشان يشوف المكان، والمشكلة ان كلاب الحراسة الآلية كتير جدا في قلب المكان، ولو هتفتكر ان دي اوحش حاجة، لا والله بيلاقوا مرات الراجل ده ميتة بقالها يجي بتاع شهرين، او بيقرروا انهم يستنوا لحد الفجر. وفعلا بيجي الوقت، سايتو قاعد فوق الجبل بيراقب بالقناصة بتاعته، واما الباقي بيخشوا القصر وهم مفعلين قدرة التخفي. واول ما بينزلوا في الدور اللي تحت بيلاقوا شوية تماثيل كتير جدا شبه بعض، لكن بيتجاهلوهم وبيكملوا لحد ما بيوصلوا لنص القصر. بس فجأة بيظهر الشخص الموعود، الكل بيصوب عليه، لكن فجأة ستان بيحصل له حاجات غريبة، مش قادر يتنفس، بيضرب النار على الكل. بس باتو بيوقعوا على الارض بسرعة وبيقولوا مش قلت لك تحدث اجهزتك يا متخلف. ولكن فجأة مجموعة التماثيل اللي كانت هناك وقفوا حوالين باتريك، واحدة منهم بتهجم على موتوكو ولكن بيدمرها، وبيطلع ان دول شوية روبوتات هم كمان. المهم موتوكو بتهجم على باتريك، عمالة تحاول تضربه ولكن بيعرف يصد كل ضرباتها. وقتها باتو بيحاول يساعدها فبيضرب على رجل باتريك، ولكن المعلم بيقلبها درس جمباز وبيعرف يتفادى كل الضربات. اما بقى عند سايتو هو عمال يراقب بيحصل حاجة غريبة، الكلاب الآلية اتفعلت، وعند موتوكو بتكون خلاص قدرت تهزم باتريك، نيمته من الاخر على بطنه ولسه هتربط ايده، ولكن فجأة بتنزل الكلاب الآلية على دماغه، وقتها بتسيبه عشان تحمي نفسها. ساعتها باتريك بيستغل الموضوع وبيطلع يمشي، ولكن باتو بيحاول يوقفه فبيقوم رامي عليه التيشيرت بتاعه عشان يشتت انتباهه. من بعدها بيطلع يجري على احد الغرف وبيقفل الباب، ولما بيقربوا بيحس ان الأوضة هتنفجر فبينطوا للدور اللي تحت، وفعلا ما بيتصابوش الحمد لله. لكن الوحش الجبار قد استيقظ بالفعل. الراجل ده علشان هو غني قدر يجيب روبوتات بيستخدموها الجيوش في الحروب، وقتها بيضرب عليهم صاروخ بس بيعرفوا يتفادوه، ولكن البيت كله طبعا بيتدمر، الكل بيطلع يجري على بره وبينسوا الحاج ستان جوه. المهم بعد ما بيخرجوا بره الروبوت بيضرب عليهم العديد من القذائف، بينطوا قدامهم، وقتها بيطلعوا يجروا بعيد عنه. فلما بيشوف سايتو اللي بيحصل بيضرب على الروبوت وبيوقعه، ساعتها بتضرب عليه موتوكو لكن بيتجاهلها تماما وبيبص على سايتو. ايوه امر الكلاب بالتوجه ناحيته، لكن سايتو ما بيفرقش معاه، بيضرب على الروبوت بس بيعرف يتفاداه، وبالفعل الكلاب بتوصل له، بيضرب عليهم بالقناصة ولكن الطلق بيخلص. وقتها بيطلع المسدس وبيضرب عليهم لحد ما كلب بيجيله على غفلة بيوقع السلاح من ايده. بس هل تفتكر انه هيستسلم لشوية كلاب؟ قول معايا كده اكيد لا، بيسحب سكينته، 3 كلاب بيهجموا عليه في نفس الوقت، ولكن بيقطع اللحظة المليانة اكشن دي ان واحد من الروبوتات بيجي وبيساعده. وعلى الجانب الاخر عنده موتوكو وباتو. موتوكو بتطلع على الروبوتات وبتحاول انها تخرج باتريك من الروبوت، ولكن من المحال ان ينتهي الامر كما هو في البال، لان الروبوت بيقوم رزعها في الارض ولسه هيدوس عليها، لكن الروبوت الاصفر بيجي وبيحميها من ضربته وبيطلع منه شياه، والكل بينصدم ومش مصدق اللي بيحصل. المهم ان موتوكو بتأمر باتو انه يهجم على الروبوتات ببرمجيات خبيثة، وده بيؤدي انهم بيتوقفوا لكام ثانية كده. بيستغل كده الروبوتات في انهم يمسكوا من الجانبين، ساعتها سايتو بيضرب عليه بالقناصة في رجله، الروبوتات الباقية بيضربوا عليه كمهائل من الرصاصة لحد ما فعلا بيقدروا انهم يهزموه اخيرا. وقتها موتوكو بتحط أداة غريبة في رقبته علشان توقف قوته، ولكن مش نافع معاه أي حاجة. ساعتها بتحط له نوع تاني من أنواع القوة أقوى بكتير، بس فجأة راسه بتنفجر وموتوكو بتقع،
فبيروحوا يطمنوا عليها وبيسألها عن اللي حصل. بتقول لهم ان ده مش بني ادم، وبيزداد الطين بلة ان جنود جون سميث بيحاصروهم. هو بيقول لهم جون اللي انتوا عملتوه ده كانت اسوأ نتيجة ممكن اتوقعها، لكن بتتصل عليه بايرون. هو بتقول له المهمة خلاص اتلغت. بيقول لها لا يا روح ماما، انت ما عندكيش اصلا الصلاحيه انك تلغي المهمه. بتقول انا فعلا ما عنديش الصلاحيه، بس في هنا حد معاه الصلاحيه. بيلاقي طياره حربيه بتعدي من فوق دماغه من هنا، واول ما الطياره دي بتهبط وبابها بينفتح بيطلع المستشار يا جماعه. بيقرب من جون وبيديله جواب وبيقول له انا هاخد الفرقه معايا، واول ما بيقرا الجواب بينصدم علشان ده جواب رئاسي. وقتها بيوافق بدون اي اعتراض زي الكلب بالظبط. المهم المستشار بيروح وبيسلم على موتوكو، هو بيقول لها انا جاي لك بمهمه لوز اللوز عنب العنب. بتقول له مش مطمنه لك يا عم انت. بعدها بتقف قدام جون وبتقول له كان ايه هدف المهمه دي بالظبط. ساعتها بيبدا يحكي لها القصه وما فيها. بيقول لها ان باتريك هو اللي كان بيتحكم في المنتقلين والهجمات بتاعتهم، هو كمان كان بيديلهم اسلحه الشركه بتاعته واللي هي مصنعاها بالمجان، او بمعنى صح هو كان العقل المدبر لكل ده. وقتها بتقول له موتوكو بقى عليا انا الكلام التعبان ده، قول هدفك الحقيقي ايه بدون لف ودوران يا عم. فعلا بيبدأ يقول لها هدفه الحقيقي من ورا كل الكلام ده. بيقول لهم لو الحكومة اتدخلت بشكل علني وصريح هيظهروا للعلن، ولما يظهروا ده هيخلي العالم كله محتار. هو مش بس باتريك وخلاص، لا يا باشا في ناس كتيرة كمان، ولو كنتم قدرتوا تمسكوا بدون ما تقتلوا كان زماننا قدرنا نحل المشكلة. ساعتها باتو بيتعصب عليه، بيمسكوا من هدومه وبيقول له ما انت عيل متخلف بصحيح، لو كنت قلت لنا المعلومه الكامله كنا ساعتها هنقدر نتصرف احسن وما نقتلوش، ولكن نعمل ايه بقى، العبيط هيفضل طول عمره عبيط. بس وقتها المستشار بيهديه وبيكمل الحاج جون كلامه وبيقول لهم الناس اللي شبه باتريك دول عندهم دماغ آلية مش طبيعيه، سرعه معالجه البيانات فيها جباره، اعلى واحسن من احسنها كمبيوتر خارق. وكمان المصيبه الكبرى اللي عملوها ان الخلل العالمي اللي حصل كان بسببهم هم. الكل بينصدم وما بيبقاش مصدق، لان كل الناس كانوا مفكرين ان السبب هو فشل الحكومه في تنظيم الشؤون الاقتصاديه. المهم بيقولوا لهم ها حد عنده سؤال تاني؟ وقتها موتوكو بتقول له لما جيت احاول اقفل دماغه الشبه آلية ساعتها عرفت انه مش انسان. بيقول لها بالبلدي كده احنا بنسميهم الادميين الاحقين. وفي اللحظه دي بيقرر يوديهم لمكان محتجز فيه واحد منهم، وقبل ما بيخشوا بيسلموا اسلحتهم بره وكمان بيقفلوا النت على ادمغتهم. واول ما بيدخلوا بيكون المكان عباره عن اوضه كبيره وفيها اوضه صغيره كده حواليها زجاج مصفح. الراجل اللي جوه ده نص دماغه بايظه. وعلشان تفهم الحوار تعالى نرجع بالزمن شويه. ده هو جاري هارت، كان راجل شريف ومفيش انضف منه، كان شغال في الجيش، الكل كان بيثق فيه وبيحبه. وبعد مرور العديد من السنوات والتقاعد بقى عايش حياه هاديه مع مراته وولاده. ولكن في احد الايام جات له حمى جامده جدا استمرت لمده اسبوع كامل، ومن كتر التعب ما كانش عارف يتكلم. ولكن بعدها باسبوع واحد بس اتعافى بشكل تام فجاه. ولاده ومراته فرحوا جدا، ولكن يا فرحه ما تمت. مراته بدأت تلاحظ تغير فيه، ولكن بيكون منفض لها خالص وبيركب عربيته، ولما بتخبط على الازاز علشان تكلمه بيفتح ازاز العربيه وبيضربها بالنار في وسط دماغها. ومن اليوم ده اختفى جاري، بس ظهر بعدها باسبوع في احد المنشآت النوويه اقتحمها، وحرفيا كان جيش كامل ومش قادرين عليه. كان بيتحرك بطريقه غريبه، ايوه دي نفس طريقه باتريك. المهم انه كان عمال يحاول يضرب صاروخ نووي على مدينه موسكو، بايد بيشغل الصاروخ وبالايد التانية عمال يضرب عليهم نار ومش راحم اي حد. ولكن مع الكم الهائل من الضربات النارية دي بتصيبه اتنين، واحدة بتطير له نص دماغه والتانية بتطير له دراعه. هتقول لي ايش دخل كل اللي انت بتقوله ده يا عم انت بالراجل اللي جوه ده؟ هقولك بكل بساطة ان الشخص اللي جوه ده هو نفس الشخص اللي حكيت لك عليه. المهم ان هما بيحاولوا يتواصلوا معاه بالبرمجة والرموز، ولكن عشان نص دماغه بايظ فبرضه مش نافع، وعشان يهتموا بصحته ما يموتش بتدخل كل يوم ممرضة تطمن عليه، ولكنها مش مزودة بدماغ شبه اللي كانت موجودة علشان هو عنده سرعة جبارة في اختراق الأجهزة، ولذلك المنشأة دي كلها بدون نت. بس جاري في حاجة غريبة، عمال يطير الطيارة الورق وكل مرة ترجع لإيده تاني. موتوكو بتلاحظ الحوار ده وبتقول لهم معنى كده انه بيحسب الضغط الجوي،
ومش بس كده، ده كمان بيحسب حرارة الغرفة ومقاومة الهواء، ولا أحسنها مدرس فيزياء. بس الغريب إن المرة دي بيضيعها، ولما الممرضة بتمسكها عشان تديهاله بيمسك ايدها وعمال بيخنق فيها. الكل بيترعب، بيبصولهم بنظرة حادة ومرعبة. الراجل هكر كل أنظمة المكان، وبيطلع ان الرموز اللي كان بيبعتها مش للتواصل، لا ده كان فيروسات يا حلاوة. ولسه باتوا هيتدخل، قالوا له اقعد انت. بيضغط على زرار الطوارئ، الحراس بيجوا، ويا ريتهم جم يا جدعان. دخلوا ضرب وتلطيش في الكل. وقتها عرفوا ان الجاري بيخطط للهروب. ابقى غطيها يا عم وانت نايم. المهم الفرقة كلها عمالة تضرب في الحراس دول، الكل بيحاول يخش الأوضة، ولكن باتو وموتوكو قايمين بالواجب. ولكن المشكلة ان الحراس طلعوا في الأوضة الصغيرة عشان يكسروا الإزاز اللي فوق. وقتها باتو وموتوكو دخلوا الأوضة وقفلوا الباب. الزجاج قرب يتكسر يا معلم، والمصيبة الكبرى ان كمان الحراس بيكسروا في الباب، وفعلا بيكسروه، لكن برضو الثنائي الخطير كسروا عظمهم. ساعتها جون بيحاول يتصرف، موتوكو بتقول له ملوش لزوم اللي انت بتعمله ده، هو مش مسيطر على النظام، لا هو مسيطر على الجنود الآليين بشكل مباشر، والحل الوحيد هو قتل جاري ذات نفسه. بيقول لها بس ده هو العينة الوحيدة اللي في ايدينا عشان نقدر نحلله ونعرف اكتر. فبتقول له ما تسترجل كده شوية، يالا ده انت القائد، انت اللي تحدد مش انا. فبياخد قراره وبيقول لهم خلاص اقتلوه. وفعلا باتو بيخش الأوضة وبضربة واحدة بيفجر دماغه. ساعتها كل الجنود الآليين بيقعوا على الأرض. وبعدها بفترة بنروح لباتو اللي كان راكب أحد الطيارات المتوجهة لليابان، وأول ما بينزل على أرضها بيروح يستقبل الفريق بتاعنا الجبار. وفي اليوم اللي بعده بيروح شياو المستشار للرئيس وبيسلموا عليه، لكن بيقول لهم فين باقي الفريق. فساعتها فرقتنا الجامدة بتظهر نفسها، وكمان بيبقى معاهم الروبوتات بتاعتهم. الرئيس بيقرب من موتوكو وبيقول لها الكل بياكل فول وطعمية، بس انت مهلبية سايحة وطرية. وقتها موتوكو بتقول له ما تتلم يا راجل، انت عايز مني ايه؟ المهم بقى بيخشوا في الجد، وبيقول لها موافقة على المهمة ولا لا؟ بتقول له لا يا باشا، احنا مش هنوافق غير لما تقبل شروطنا واللي متعلقة بالميزانية. الرئيس اول ما بيشوف الرقم اللي طالبينه بيقول احي ده اعلى من الرقم اللي تخيلته ب10 مرات. لكن بيقطع حديثهم لحد دخول جون. الفرقة كلها مش طايقاه حرفيا. بيقولوا له ايه اللي جابك هنا؟ يلا روح شوف انت رايح فين. بيقول لهم انا جيت هنا كمستشار ولسه برضه مسؤول عن منشأة المكافحة بتاعت الآدميين. بيدوا لهم اوراق فيها قائمة الآدميين اللي في اليابان، ومتأكدين منهم 100%. هتقولي ازاي؟ هقولك تعالى. كل ما في الامر يا سيدي ان الاعراض اللي بتظهر عليهم هي الحمى الشديدة والشهية، وكمان تغير مش طبيعي في الشخصية. الاعراض دي بعد ما بتجيلهم بيتحولوا. هتقولي ايش دخل ده في ده يا عم؟ هقولك اتقل عليا شوية بس. هم قارنوا الاعراض دي بالسجلات الطبية، ولو اكتر من 100,000 حالة بس اللي ظهر عليهم تغيرات واضحة جدا ومش طبيعية. 827 حالة بس، لكن في منهم 813 ماتوا. كده اتبقى 14 حالة، ودول بقى هم المتأكدين منهم، ونقص منهم 2 عشان اتقتلوا اللي هم جاري وباتريك. لكن انتوا دلوقتي مهمتكم الامساك بال3 اللي موجودين عندكم في الورقة. لكن فجأة المستشار بيقوم وبيقول لهم على فكرة انتوا عندكم حرية الاختيار في انكم تشاركوا في المهمة دي او ما تشاركوش. المهمة دي خطيرة لأبعد درجة، ففكروا كويس. بعد الاجتماع ده بيروح شياو علشان يكلم موتوكو، وبيقول لها انا عايز اشارك معاكم في الفرقة من تاني، بس لو قررت ترفضي يبقى خلاص انا كمان هرفض. بتقول له لا يا باشا، مش هخليك تشارك معانا اصلا غير لما تعرفني الجاسوس اللي في مسكن الرئيس. وقتها بيقول لها مفهوم وبيمشي. وفي نفس اليوم بالليل بيكون شياو راح مكتب الرئيس ولقى أداة تنصت صغيرة جدا. ساعتها بياخدها وبيروح لأحد المطاعم الفاخرة علشان يقابل الاتنين دول. والغريب انه بيقول لهم انه عايز يشتغل معاهم. فبيقول له واحد منهم تعالى ورايا. بيركب العربية وبيتوجه للميناء، بس بيقف فجأة في مكان متداري يعني مستخبي. والراجل اللي جنبه بيقول له احنا مش بنثق في الناس اللي بتشتغل عملاء مزدوجة. بيرفع عليه السلاح يا ولاد الخاينة، بس ما عرفوش ان ده شياو. الواد بيمسك منه سلاحه وبيثبته على الارض،
ولكن اللي السايق بيضرب عليه النار. وقتها بيخرج من العربية وبيجري بكل سرعته، لكن الراجل التاني ده أسرع منه، بينط عليه وبيوقعه، نازل عليه بالبوكسات، ولكن شياو عارف يصد كل الضربات. بيزقه بعيد عنه وبيكمل جري عشان يطلع على السلالم اللي هتوصله لحتة عالية فوق، بس الراجل الرخم برضه بيقوم من تاني ضربة في بطنه، قام شياو كسر له عظمه وكمل طلوع لفوق. الحرامية بيضربوا عليه نار ولكن ولا واحدة بتصيبه. ساعتها بيطلعوا من السلم التاني وبيضربوا على شياو النار وبيصيبوه في دراعه. الواد بيجري وهو حرفيا متدشمل، ولكن فجأة جه يبص لقى الاتنين محاصرينه من يمينه ومن شماله، رافعين عليه أسلحتهم. هوب الأول في التاني في التالت، خلاص قتلوه. بعدها شالوه ورموه في البحر. ولكن بنشوف حاجة شبه أداة التنصت اللي كانت في مكتب الرئيس بتخرج من رقبتهم وبتروح لإيد شياو. ايه ده؟ هو انت مش مت يا ابني؟ ساعتها بنعرف ان الأداة اللي كانت في رقبتهم كانت بتخليهم يتخيلوا ان اللي حصل ده كان حقيقة، ولكن بقى في الحقيقة الامر ان هو كان عايش واموره تمام التمام. المهم انه بيتصل على موتوكو وبيقول لها يلا بينا عشان ننهي اللي يعادينا. وفي اليوم اللي بعده بتروح الفرقة لمكتب الرئيس عشان يقولوا له قرارهم. بعدها بيخش باتو وهو عمال يضحك بعد ما سمع ازاي قدر يهزم العيال اللي كانت مركبة اجهزة تنصت في مكتب الرئيس. وكالعادة موتوكو فجأة بتظهر. الرئيس بيسألهم ها ايه قررتوا ايه بالظبط؟ فبيقولوا له يلا على البركة، والاحداث كده شكلها ابتدت تولع. المهم بنشوف اللقطة من الشخص اللي المفروض يقبضوا عليه. بيروح لواحد لسه يخش العربية بتاعته وبيقوم مديله بوكس واحد بيدمر بيها دماغه. وعند أبطالنا اللي كانوا بيحللوا الحادثة وفعلا وصلوا لاسم المتهم، وهو سانجي ياغوشي، الشاب عنده 28 سنة، والجريمة اللي عملها كانت في مدينة فوكو. وعلى حسب معلومات جون إن الآدميين بيقدروا إنهم يحسبوا معدل حركة الكاميرات. طب هتقولي شافوا الجريمة إزاي؟ هقولك إن كان في صحفي التقط الصور دي بكاميرا قديمة جدا. الأهم دلوقتي إن الضحية تسمى تادوكو كوشي، وده الأمين العام لوزارة المراقبة السكانية. وقتها المستشار بيسألهم إذا كانوا يعرفوا مكان ياغوشي وإذا كان في حالات شبه حالته. وبعدها فترة صغيرة بيكون توجاسا عمال يبحث عن تادوكو، راجل معروف بضميره الحي، وكمان بيشارك في تطور قوانين اللاجئين. واثناء ما هو منشغل والجهاز على عينه بتتسلل البت تاتشيكوما، وبتبدا هي كمان في البحث عن ياغوشي. وفي تلك الاثناء عند باتو وشياو بيكونوا راحوا للمكان اللي كان بيتدرب فيه ياغوشي. المدرب بتاعه بيقول لهم انه اتولد في طوكيو، ومن اول مباراه ليه قدر ان هو يعمل له شويه مشجعين. كان شاب طموح وعازم انه يكون بطل العالم، وده عشان يساعد في مشروع اعاده تعمير طوكيو. كان مشهور بقوه لكمته الشمال الجباره، لكن قبل اسبوع من موعد قتاله جات له حمى شديده في معسكر التدريب. وبيقطع الاستجواب ده ان موتوكو بتتصل على باتو وبتقول له ارجع دلوقتي علشان عرفنا معلومات مهمه جدا. وفعلا بنعرف ان تاتشيكوما قدرت انها تهكر قاعده الشرطه وشافت السجلات الجنائيه، كمان عملت بحث عشان تشوف الضحايا اللي ماتوا بنفس الاسلوب. المصيبه ان طلع فيه 92 ضحيه ماتوا بنفس الاسلوب. ساعتها بتساله موتوكو هي مش جرائم القتل دي كانت عشوائية؟ بتقول لها لا، الوهلة الأولى بتظهر كده، ولكن الحقيقة في حاجة غريبة مشتركة ما بين كل الضحايا، يا إما بيكونوا لاجئين أو وافدين. وقتها بيقول شياو ازاي وهم معاهم الجنسية اليابانية. بتقول لها ان كلهم جابوا الجنسية بطريقة غير قانونية، لكن الشخص الوحيد اللي ياغوشي ضربه لحد الموت هو ايشوتاوا. كان راجل حقير بمعنى الكلمة، كان بيطلع جنسيات مضروبة بطريقة غير قانونية، ومن بعدها بيبعتهم كقوة عمالة رخيصة في مشروع اعادة تعمير طوكيو. وبالمناسبة ياغوشي فقد ايده الشمال من كتر ما ضرب الراجل الحقير ده، وبكده واضح ايه نوعية الاشخاص اللي بيستهدف ياغوشي. في اليوم اللي بعده بيروح المستشار لمكتب الرئيس وبيقوله مش ابو مراتك بيشارك في اداره شركه اوتومو للصناعات؟ فاكيد عاملين العديد من العقود مع مشروع اعاده تعمير طوكيو. بيقول له بس هي مش الشركه الوحيده يعني اللي بتربح من كده. وقتها موتوكو بتولعها وبتقول له هل قدموا رشوه او عرضوا على تادوكو منصب عالي؟ ساعتها الرئيس بيقول لهم انتوا مش شاكين فيه؟ لا ده انتوا بتوجهوا الشك ليه؟ فبيقول له المستشار المعذره يا باشا، ولكن مدام اوتومو
هو رئيس لجنة إعادة تعمير طوكيو، وللأسف مش هنقدر نستبعده من الاحتمال ده. وخلي بالك لو فعلا عمل كده ياجوشي هيستهدفه، وانت عارف طبعا هيكون ايه مصيره. وقتها بيخاف وبيقوله خلاص يا عم هدور على الفرصة المناسبة وابقى اسأله. وبالفعل بعدها بفترة بيكون اوتومو رايح مع جون عشان يتكلموا في حاجة، ولكن اول ما اوتومو بيفتح الباب بيلاقي ياجوشي قدامه بيقرب منه وبوكس واحد اشبه بالبندقية بيدمر دماغه بالمعنى الحرفي. بعدها بيطلع يجري من المكان. يا نهار ابيض، دول شكلهم داخلين على مرار طافح. وعند الرئيس بيكون مصدوم ومش مصدق اللي حصل. مراته بتتصل بيه وبتقول له ابويا مات ولا ايه؟ مات في ثانية واحدة بس. البت بتنهار من العياط. الرئيس بيتعصب لأبعد درجة، بيترجى المستشار انه يخفي سبب موته الحقيقي وبيفصح عن غضبه. بيقول له انا عايز استدرج الحسالة ده واخرجه من مخبأه وفي وقت قصير جدا كمان. اتولى الرئيس لجنة مشروع إعادة تعمير طوكيو، وهدفهم من كل ده استدراك ياجوشي اللي 100% هيجي عشان يقتل الرئيس. واثناء كل ده بتكون موتوكو متخفية وعمال تراقب المكان وتحرس الرئيس. ايوه كما هو متوقع يا سادة، قد جاء قاتل السعادة مستخبي وراء احد الشاحنات ومنتظر الوقت المناسب عشان يهجم على الرئيس. فعلا لقاها بيخفي نفسه من الكاميرات وبيتوجه ناحية الرئيس. وعلى الجانب الاخر عند باتو اللي بيكون في الطريق بس اتأخر شوية. المهم ياجوشي عمال يقرب اكتر واكتر، خطوات بطيئة ومخفية جدا على الرئيس الجبار بيقف بكل شجاعة. ابتدت تولع وخايفة، بيقرب اكتر منه وبيقول له ايه غايتك من كل ده؟ بيعرف ان هو بيحب الدولة دي وانه مستعد يضحي بحياته علشانها وعلشان يعيد تعميرها من الاول وجديد. وفي لحظة واحدة موتوكو بتهجم عليه ببوكس في وشه، ولكن بيعرف يتفاداها. الغريب ان موتوكو بتبدأ ماتش ملاكمة معاه، بتنقض عليه عشان تضربه في وشه، ولكن بينزل عشان يتفاداها. من ثم بيضربها في بطنها. استعدوا الاتنين انقضوا على بعض بكل شراسة. كل ما تحاول موتوكو تضربه بيرد عليها بضربة زي الرصاصة. وقتها بيجي باتو بينزل علشان يساعدها وفعلا بيشنكلوه من تحت، وهي بتكمل عليه بحركة جوجيتسو برازيلي بتجيبه الأرض، وبضربة من رجليها بيغمى عليه، وبرضه بتحط نفس الحاجة الغريبة دي في رقبته. وفي ثانيتها بيجي ابن الجبانة جون واللي محدش طايقه من الأنمي أصلا. المهم بياخد ياجوشي علشان يكملوا استكشاف أجسادهم. وبعد مدة من الزمن في مطار فوكو بيكون في شخص ماشي عادي، ولكن فجأة بيلاقي شخص بيديله بوكس في وشه بيطيره لبعيد. ولما بيجي يبص في الراجل بيلاقيه بدون ملامح. الواد بيترعب وبيطلع يجري للاتجاه التاني. بس في واحدة بتقوله تعالى يا روح تهاني، بتديله شلوط في وشه بتطيره. لكن في الوقت ده ممنوع انه يريح. الواد بيطلع يجري بكل ما اوتى من قوة. دول مش واحد ولا اتنين، لا دول جيش بالمعنى الحرفي. وعلى الجانب الاخر من القصة عند فرقتنا بيكونوا عمالين يفكروا في الجريمة اللي حصلت في مطار فوكو. تاتشيكوما بتخش اوضة البحث هي والفرقة كلها، وبنعرف ان الجريمة دي حصلت قبل يومين. الضحية كان موظف اداري في المطار، والاضرار اللي وقعت عليه هي احتراق دماغه الشبه الآلية. هتقول ازاي اتحرقت؟ يعني هقولك يا باشا ان في 3 مليون هاكر هجموا على نفس الشخص، والهجوم ده كان في وقت واحد ومن نفس النقطة كمان. والمشكلة ان في اكيد شخص هو اللي وحدهم، وده لوحده بيثبت انه عنده قدرات تفوق القدرات البشرية. وبيقطع الكلام دخول موتوكو، بتقولهم ان هدف المهمة بتاعتها هي سوزوكو اللي ظهرت في كاميرات المراقبة بتاعت المطار. باتو وشياو بيروحوا علشان يدوروا على البنت دي، اما توجاسا وبوما هيراقبوا الاشعة تحت الحمراء للمطار. وقتها تاتشيكوما بترفع ايدها بتقول لها انها ما اديتهاش اي مهمة. بترد عليها موتوكو بتقول لها انت مش في الفرقة التاسعة اصلا، فمش هقدر ان انا امرك. البنت بتاخد على خاطرها، بس وقتها بيقول له توجاسا انت شكلك ضعيف الملاحظة، معنى الكلام ده اعمل اللي انت عايزاه بحرية تامة بس بطريقة موتوكو يعني.
ولما البنت دي بتحاول انها تدور على اي اثر لل3 مليون هاكر ما بتلاقيش، ده حتى انهم كلهم مش مشغلين النت. معنى كده انها لازم تروح للمكان اللي حصل فيه الجريمة. اول مكان بتروحه المطار، بيكون الموظف الاداري تاتسيتاوا الغلبان عمال يجري مرعوب وكأنه عمال يجري من اشخاص كتيرة، بس الغريب ان محدش شايف اي حد بيحاول يهجم عليه. وقتها البنت دي بتوقف الزمن، بتشوف المكان من منظوره، ولما بتبص لفوق بتلاقي شاب تخين عمال يضحك. الاغرب ان الشخص ده كان في كل مواقع الجرائم اللي شبه الجريمة دي. بتوصل لمكانه، الواد كان بيهرب من الشرطة ولسه بيبص وراه بيلاقي تاتشيكاما بتقول له حظك قوي يا باشا. بيقول لها انت مين؟ بتقول له انا بورين ايزيكاي من القطاع التاسع. بيبدأ يزعق عليها وبيقول لها انت من الحكومة صح، انت شكلك فعلا من الحكومة. لا لا لا، انت مش شكلك من الحكومة، انت شكلك موظفة خدمة عامة، بس في العموم يعني لازم عشان تقبضي عليا لازم تصريح من النيابة. بتقول له طب خد دي، وبتروح مدياله ضربة بتوقعه على طول. وفي اللقطة اللي بعدها بنشوفه قاعد وهي عمالة تستجوبه. بيبدأ يشرح لها عن تطبيق اسمه بيب هول، بيديك منظور من طرف ثالث للي بيشوفه الضحية، وفعلا بيوريها حاجات الكاميرات ما عرفتش تصورها. الموظف الإداري غلبان وفي جيش كامل من الناس بدون ملامح. هو بيبدأ يقول لها ازاي يعرفوا المناطق اللي بتحصل فيها الجرائم دي، وبيعرفها ان في شخص اسمه كينج بيبعت لك دعوة منه علشان تحضر موقع الجريمة. ولما تاتشيكاما بتقول له احكي لي عنه اكتر بيقول لها لا مش هينفع. بتقول له شكلك ما حرمتش. ساعتها الواد بيجيب ورا وبيقول لها وعلى ايه يا ست الطيب احسن. بيقول لها عندك الشجاعة الكافية لفتح الباب ده؟ بالفعل بتقرب من الباب وبتفتحه، واول ما بتخش الباب بيتقفل وراها. بتشوف سمكة عملاقة لابسة لبس الملك. بيقول لها انت عايزة تعرفي ايه؟ بتقول له اول حاجة قول لي على كل اللي حصل في موقع الجريمة. ساعتها بيقول لها مادام كده يبقى ابدا اشرح لك عن تطبيق سينك بول. ده هو النظام اللي بيستخدم لانشاء عالم اخلاقي. القواعد بسيطة جدا، تستهدف الشخص اللي فيه كمية كبيرة من الناس بتكرهه على النت، بعدها تسألي عدد كبير من الناس بيتم اختيارهم عشوائية هل نسامحه ولا لا. بتقوله طب لو كانت الاجابة لا ايه اللي بيحصل؟ بيقول لها تحصل هجمة ضد الشخص المستهدف، وده هو نظام السينك بول، هي دي الديمقراطية الحقيقية. ساعتها بتقول له تاتشيكاما لا الموضوع ما هو الا حملة تحريض. بيقول لها وفيها ايه يعني؟ محدش بقى واثق في انظمة العدل الموجودة دلوقتي، بس فجأة بتحصل حاجات غريبة للسمكة. هو بينتقل بينا المشهد للشخص اللي كان بيمثل السمكة، وخرج من الشخصية دي علشان امه كانت بتخبط عليه، وبتعرفوا ان اصحابه جم خلاص، ولكن دول يا باشا بيبقوا باتو وموتوكو وشياوا. بيقول لهم انتوا جايين تقبضوا عليا صح؟ وقتها بتقول له موتوكو ومين قال كده وليه اصلا؟ بيقول لها علشان انا اللي صنعت نظام السينك بول. بتقول له ياه تصدق احنا كنا فاكرين كده من البداية، بس قول لنا ازاي واحد بيبرمج نظام عالي بالجودة دي كده وبنقدر نعرف مكانه بالسهولة دي؟ طب ازاي تيجي بقى؟ ساعتها باتو بيقول له انت اللي برمجت تطبيق التجسس ده صح؟ فبيقول له اه. وقتها باتو بيقول له طب ازاي قدرت تستولى على النظام؟ بيقول له لقيته على الخادم بتاع المدرسة الاعدادية اللي درست فيها. كده اللي عمل نظام السينك بول واحد من الطلاب هناك. المهم انه بيقول لهم ان اول شخص استخدمها عليه نظام السينك بول وكان المدرس يامادا، شخص حقير بكل معنى الكلمة، مكروه من الطلاب كلها بس محبوب من اولياء الامور. ولما مات قالوا في نشرة الاخبار ان موته كان مأساوي لمعلم شغوف. بس ازاي يا عم وتطبيق بوب هول انت اللي عامله؟ ولكن بيقطع الكلام صوت انذار، وبيطلع من الصوت ده علشان تم اختيار الهدف الجديد. ايوه الرئيس بيكون نازل من مكتبه هو والحارسين بتوعه، بيطلبوا منه ان هو يقفل مخه الشبه اللا آلي، ودلوقتي عشان احتمال كبير يتهكر. بالفعل بيحاول يطفي دماغه ولكن مش راضي. الناس اللي بدون ملامح عماله تجري عليه، ولكن الحارسين بتوعه عمالين يضربوهم. بس فجأة بتظهر العقيدة في المكان، جيش بدون ملامح جاي على الرئيس. ولكن هل تفتكروا ان هم يقدروا يجنوا عليه في وجود انثى الغوريلا؟ بتفعل حاجز امان وبتطلع انها مش لوحدها، بيكون معاها شياو وباتو. هو بالفعل قدر الثلاثي الخطير ده على القضاء على الكل. ساعتها الواد اللي عمل البيب هول بيرمي دراع البلاي ستيشن على الارض وبيقول ان ازاي ده حته دميه، بيفقد الامل في الدوله بحالها وبيقول انها وقعت بالفعل. المهم ان الشخص التاني اللي وقعت عليه الشكوك هو تاكاشي، طالب في المدرسة الاعدادية. المدرسة بتاعته مش اي مدرسة، لا
دي فيها نفس المدرسة اللي كان فيها الواد اللي عمل البيب بول. بنشوف واحدة من أيامه الدراسية، المدرس يامادا عمال يقول لهم لا حب لا حرية، بس ساعتها بتقوم واحدة اسمها كانامي بتقول له أنا مقدرة خوفك وقلقك علينا، بس دي حصة حساب، بعدين أنا مش عايز أكون مسلوبة الحرية. وقتها بيقول لها معاكي حق، وبيكمل الشرح لحد ما الحصة بتخلص، ولكن المدرس وهو خارج بيقول له كانامي تعالى غرفة التوجيه. بيكون تاكاشي زعلان وبيقول مش هتيجي تاني، وبنعرف ان بيشوف واحدة بتكلم الناس والكل مش شايفها، وبنعرف ان اسمها يوزو. المهم فجأة بيخش واحد من المدرسين وبيكون مفزوع، بيقول لهم الكل بسرعة يقفل دماغه الآلية وروحوا كلكم للصالة الرياضية عشان في عدو أجنبي بيهجم علينا. الواد المجنون بيبص من الشباك بيقول ليوزو الحرب بدأت، بص جنود المظلات نازلين علشان ينقذونا ازاي. الواد بيخرج من الفصل وبيجري على أوضة التوجيه، المعلم بيخرج وماسك ايد كانامي، الجيش بيقف قدامه رافعين عليهم الأسلحة. وقتها بيجري الاتجاه التاني، بس تاكاشي بيروح اتجاه الجنود وبيقول لهم يا جنود المظلات حررونا من هذا العالم، ولكن الرد القاسي انه بيطلق عليه ضربات نارية. الواد بيمسك بطنه وبيقول لهم ليه انا ما عملتش حاجة، بس ما بيتفهموش لكلامه وبيضربوا عليه العديد من العيارات النارية اللي حرفيا بتغربله. كانامي بتجري عليه عمالة تقول له استحمل امسك نفسك، وبنعرف اكتر عن الاحداث اللي حصلت من ام تاكاشي اللي بيكون موتوكو وشياو عمالين يسألوها. بتقول لهم بعدها دخل المستشفى لمدة أسبوع تقريبا، فيهم كان بيعاني من الحمى الشديدة وارتفعت حرارته لأكتر من 40 درجة، لدرجة إن الدكاترة قالوا له إن حياته في خطر. بس ساعتها الأم بتقرب منهم وبتقول لهم إيه اللي حصل لابني. موتوكو بتقول لها أنت ليه جالك التساؤل ده دلوقتي؟ بتقول لها ابني كان دايما هادي ومش صعب التعامل، ولكن موتوكو بتقطعها وبتقول لها إنه من بعد ما خف شخصيته اتغيرت وشهيته ما بقتش طبيعية، وكمان قدراته الجسمانية عليت صح؟ فبتقول لها صح. وقتها موتوكو بتقول لها ممكن بقى تقولي لي التفاصيل؟ وفعلا بتبدأ تحكي لها اللي حصل. بتقول لها ابني كان بيحب السوشي اللي انا بعمله جدا، وبعد ما خف وجه البيت عملت له كمية كبيرة جدا منه، ولكنه قعد ياكله بسرعة كبيرة جدا ولا كأنه ملبوس. رحت قلت له كفاية كده نخلي الباقي دول لبكرة، قام زق ايدي، هو بص لي بصة مرعبة كده. من بعدها دخل اوضته، وقتها بتسألها موتوكو هو اول ما خف رجع المدرسة، فبتقول لها بس اثناء غيابه حصل حادثة كبيرة جدا في المدرسة. وبنشوف اول يوم راح فيه من بعد ما اتعالج، والمدرس بيقول لهم عن خبر انتحار كانامي وهو بيطلع نفسه زي الملاك البريء. وقتها تاكاشي بيتعصب وبيقول اللي عمله يامادا ده هو السبب. ساعتها يوزو بتقول له اظن الطلاب عارفين ده كويس، هم زيك كده لسه ما لقوش الشجاعة اللي جواهم، شخص واحد مستحيل انه يقدر يغير كل حاجة. بيقول لها بس جنود المظلات جم علشان يساعدونا. بتقول له انت لسه مش فاهم ازاي، انت جندي مظلات. بيقول لها انا. بتقول له ساعتها بيقوم وبيقول كلام غريب، الحرب هي السلام والحرية هي العبودية. طبعا مش محتاج اقول لك ان كل الكلام ده ما هو الا خرافات من خيال الكاتب. المهم عند شياو وموتوكو بيكونوا عمالين يشوفوا غرفة تاكاشي، ولما الام بتخش عليهم بيسألها شياو هو اختفائه ليه علاقة بانتحار زميلته في الفصل. بتقوله بس انا عمري ما سمعت انه كان مقرب للطالبة دي ابدا. بيقول لها في سنه ده ممكن يكون بيكن المشاعر ليها في السر. بتقول له بس ده بيتعارض مع طبيعته، يعني هو كان اول ما بيرجع من المدرسة كان بيلعب على الكمبيوتر او بيعمل اي حاجة عليه زيك كده يا صديقي. المهم يعني انها بتكمل كلامها وبتقول انه تغيب عن المدرسة ل3 ايام كمان، وقعد فيهم على الكمبيوتر بدون ما ياكل حتى. ولكن شياو بيلاحظ كتاب من 1984 واسمه جورج اوريل، وبنشوف ازاي المعلم يامادا مات، واثناء ما هو ماشي في المدرسة لقى واحد جري عليه واداله شلوط في وشه وقعه. بعدها لقى الجيش كامل من الطلاب بدون ملامح جايين عليه، كسروه دمروه دشدشوه، عمال يجري زي الجبان ولكن بيتحاصر من كل مكان، او الطلاب عمالين يضربوا فيه وهم بيضحكوا
يضحكوا. هو بيقعدوا يقولوا الموضوع ممتع قوي. اثناء حدوث كل ده تاكاشي عمال يراقب من بعيد، تحسه مش مبسوط. ولما يوزو بتقول له نعمل كده على الناس اكتر بيقول لها لا. وبعد ما بيمشي كل من شياو وموتوكو بتكون عماله تعيط وتدعي ان ربنا يحمي ابنها، وبتقول انها اللي غلطانه وانها حملته حاجات كتير فوق طاقته. ارجوك يا تاكاشي لو بتكرهني ولا عايز ترجع البيت طمني بس على نفسك. هو فجاه بتسمع صوت في البيت، ولما بتخش اوضه تاكاشي بتلاقي غطاء البورنوس، ودي حاجه غاليه جدا على تاكاشي. هو بيكون سايب لها رساله ومضمونها امي انا بحبك للابد. وعند شياو بيكون عمال يحلل البيانات اللي عرفناها من بيت تاكاشي، او بالمعنى الاصح انه كان بيحاول يفهم عقل تاكاشي بيفكر ازاي، ولكن بيقعد يهتز جامد فبيسمع الصوت ده بوما وتاتشيكوما. هو بيخش الاوضه وبيحاولوا يقفلوا النظام ولكن ما بيبقوش عارفين. وقتها بيجي توجاسا وبيحط في رقبته الدراع الهجومي علشان يشيل الفيروس، بس ساعتها بيغمى عليه. بعدها بنشوفه هو نايم في العياده. موتوكو بتيجي وبتساله ايه اللي حصل، بيقولوا لها على كل حاجة، وكمان انهم لقوا ترميز اتكتب بعد ما اتصنع نظام السينك بول. ولكن بيقطع الكلام ده ان شياو بيفوق بيقول لهم انا حسيت بالحنين، بس فجأة تحول الاحساس ده لمجرد جحيم بيجمع ما بين الخوف والقلق والموت. المهم ان الدكتور بيقول لهم الحمد لله دماغه شبه آلية سليمة، ولكن لازم نمسح شوية بيانات كده. وبالفعل بيمسحهم. وبعدها بفترة بعد ما حللوا الترميز اللي جوه مخ شياو طلع انه كان بيوقظ ذكرياته المنسيه، وافتكر حاجات ما كانش عايز يفتكرها. وقتها باتو بيقول لهم تعالوا نشوف الذاكره وبيضحك، لكن بيجي شاو بيقول لهم محدش يشوفها. المهم ان موتوكو بتسالهم ايه هدف تاكاشي من انه يحط ترميز في الموقع، بيرد عليها وبيقول لها ممكن يكون تاكاشي بيحاول يفتكر حاجه معينه، وكمان احتمال كبير استوحى اسم السينك بول من شرطه الافكار، والشرطه دي كانت في كتاب 1984 وحصل عليه وهو عنده 9 سنين. فبتقول له موتوكو هو انت رحت البيت بتاعهم تاني؟ فبيقول لها بصراحة. هو بيبدأ يقول لها المعلومات الجديدة، وبنعرف انه كان في حد بيرعاه وهو عنده 9 سنين، ممكن اروح لهناك؟ بتقول له روح. وباتو بيقول له انا جاي معاك علشان مش هتقدر تحمي نفسك لوحدك. هو بالفعل بيوصلوا لتلك القرية التي تسمى كيتو، وتحديدا بيروحوا لبيت عمه. اول ما شياو بيقرب من البيت الاتصال بيتم تشويشه، بس بيكمل. واول ما بيفتح الباب بيلاقي تاكاشي لسه بيقول لباتو بص، بيلاقيه اختفى. بنرجع لواحدة من الذكريات اللي حصلت في ده. بيكون تاكاشي مصدر الطرشة ليوزو وهي عمالة تقول له اخي انت بتعمل ايه؟ وقتها بيزهق منها وبيقول لها انا مش اخوكي، وكل اللي بعمله يا ستي اني بعمل لعبة ايه الجمدان ده يا عم؟ بس بيقطع الحماس ده ان عمه بينادي على يوزو وبيسألها فين تاكاشي بعصبية. وقتها بتروح على تاكاشي وبتقول له في ودنه مش عارف ليه امي وابويا متعصبين طول الوقت كده، وفي الكام يوم دول بيقول لها انا السبب. بتقول له ليه؟ انت ما عملتش حاجه. ساعتها بينفض لها وبيمشي، وبتكون يوزو عماله تجري وراه وبتقول له ما ينفعش تروح من الاتجاه ده. وقتها بيتعصب عليها وبيقول لها انت ليه جايه ورايا؟ امشي يلا. بتقول له بس ما ينفعش تمشي لوحدك بالليل، بعدين يا حمار الاتجاه اللي انت رايح فيه ده بيسكن هناك جندي مظلات الكل بيقول عليه ان هو شرير جدا، بس بطلنا الذي لا يهاب شيئا في الحياه دي بيروح لبيت جندي المظلات وبيخش البيت. بيلمح كتاب جورج أوريل، بيروح وبيمسكه، لكن بيقطع الصمت التام صوت عربية المقاتل جندي المظلات. وقتها بياخد يوزو في ايده وبيطلعوا يجروا، وبيكون معاهم الكتاب ده. لكن في اللحظة دي بتظهر قدامهم عربية شرطة، والضابط بيقول لهم انت ايه اللي بتعملوه هنا؟ هو بيطلع ان الشرطي عارف عم تاكاشي، ولما بيرجع البيت عمه بيضربه لدرجة انه بيوقعه على الارض. هو بيقول له انت رحت المنزل جندي المظلات؟ يا اخي تولع انت، بس ازاي تاخد يوزو معاك؟ وقتها بتقول له انا اللي رحت وراه مش ذنبه هو، لكن بيقول لها خلاص يا بت. هو في اليوم اللي بعده تاكاشي ضميره بيأنبه علشان سرق الكتاب. بيروح لبيت جندي المظلات وبيكون عمال يدور على الكتاب بتاعه ومش لاقيه، ولما الجندي بيبص اتجاه تاكاشي بينزل بسرعه علشان ما يشوفوش. هو بينفض للحوار وبيركب عربيته وبيمشي، وبيجي يبص على ناحيه العربيه لقى الجندي قدامه. بيقول له انا ما سرقتوش، انا خدته بدون قصده. ولما بيرفع له ايده
علشان يديهوله بيقول له خلاص احتفظ بالكتاب انا مش عايزه. هو بيروح اتجاه العربيه عشان يمشي، وساعتها بيقول له تاكاشي هو ليه كل اهل القريه بيقولوا انك شرير؟ بيقول له القريه دي لطيفه ولكن للشخص ما بيحترمش قواعدها. بيقول له يعني ايه؟ فبيقول له اقرا الكتاب ده وانت هتفهم كل حاجه. الكتاب بيتضمن كل اللي هيحصل في العالم، وكل الاحداث اللي بتحصل دي كان شياو شايفها، اما باتو مش شايف حاجه. المهم بعدها بفتره بنشوفه هو عمال يحاول يفهم الكتاب. شياو قاعد جنبه بيراقب اللي بيحصل، لكن فجاه في 3 عربيات بيخشوا منهم عربيه شرطه. شويه رجاله بيطلعوا من العربيه، بعدها بيفتحوا الشنطه وبيطلعوا شخص خانهم بيحطوه على الارض. الواد بيصوت وبيقول انا ما عملتش اي حاجه، ولكن الراجل بدون اي رحمه بيقتله، بيخلي واحد من رجالته والشرطي يدفنوا الراجل ده. الواد مصدوم ومش مصدق اللي بيحصل، ولسه طالع يجري عشان يستخبى منهم بيسمع صوت يوزو بتنادي عليه. بيقول في نفسه الله يخرب بيتك اسكتي، لكن البنت بنت الهبله بتروح اتجاه المجرمين. فعلا بيشوفوها، وقتها تاكاشي بيجري ناحيتها وبيقول لها مش قلتلك ما تدخليش الجبل؟ ساعتها واحد من العصابه بيتقدم عليهم بيسالهم انتوا من امتى موجودين هنا، لكن بيتجالوا بيقول له اخته يلا نجري. الراجل بيجري وراهم، شياو بيحاول يوقفه ولكن ما بيعرفش. الراجل بيضرب نار في السماء، وبسبب كده يوزو بتخاف وبتقع على الارض. فتاكاشي بيقول لها يلا بسرعه نجري، بيحاول يقومها ولكن الراجل بيقدم عليهم اكتر وبيرفع عليهم السلاح. الواد بيحمي يوزو بجسمه، ولكن فجاه الراجل بيتخرم حرفيا. ايوه جندي المظلات جه نزل من عربيته وقتل الاول. وقتها الاتنين التانيين بيخافوا وبينزلوا جوه الحفره. واحد من المجرمين بيحاول يضربه ولكن بيموت هو كمان. الشرطي وقتها بيطلع من الحفره وبيستخبى ورا كوم التراب، بيضرب طلقات كتيره بتعدي من جنب راس الجندي المظلات، ولما بيطلع يجري بيتخرم بالمعنى الحرفي. ولكن فجاه يوزو بتقع على الارض. الواد جه يبص وراه لقى يوزو مضروبه بالنار في صدرها. الواد بيصوت عليها وعمال ينادي باسمها، عمال يقول يوزو يوزو يوزو، بس فجاه بتتكلم وبتقول له انا حاسه بالبرد. وهي دي كانت اخر كلماتها، وبالفعل قد نفذت اخر انفاسها تلك الطفله البريئه التي لم يكن لها ذنب في اي شيء. الجندي بيركب العربيه، وقتها تاكاشي بيقول له خدني معاك، فبيقول له لا، بيقول له انا قريت الكتاب كله يا ريت تاخدني معاك. فبيقول له يلا تعالى اركب، وبالفعل بيركب يوزو وبعدها هو بيركب. والغريب انه بيبص اتجاه شياو وبيقول له هتيجي انت كمان. فشياو واقف مبحلق وباتو بيقول هو ايه العبط ده يا جدعان؟ هو ما بيكونش شايف حاجه من اللي شايفها شياو. وقتها باتو بينشغل ثانيه مع روبوتات، ولما بيجي يبص وراه ما بيلاقيش شياو. وبس كده يا سيدي، ده كان ملخص الجزء الاول. في جزء تاني ان شاء الله نلخصه في اقرب وقت. يا ريت لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. سلام.